أنا مش لاقي كلام أقوله على المستوى السيء اللي باشوفه أسبوع بعد أسبوع من أرني سلوت وليفربول، وإن كل مرّة بيطلع في المؤتمرات الصحفية بيتكلم إن إحنا كنا بنلعب الشوط الأولاني كويس أوي، أو إحنا بنلعب الشوط التاني حلو أوي. أنا شُفت حاجات إيجابية في الماتش، أنا شُفت حاجات إحنا كنا ممكن نعمل أحسن من كده، بس أنا في حاجات كتير نقدر نبني عليها ونتعلم من أخطائنا. أنا زهقت من الكلام ده. زهقت من الكلام اللي طول الوقت إحنا عمّالين بندّي أعذار، وأنا مش شايفه إن هو بيتحمّل مسؤولية خالص. أنا شايفه إن هو كل مرّة الماتش اللي فات طالع بيهاجم اللاعب، بيقول لك أصل إحنا كان عندنا اللاعب بتاعنا حاول إن هو يروح للهجوم، في حين إن ما كانش في وقت واتردِّت علينا إن هي طلعت out وجات جول. أنت بتهاجم اللاعب بتاعك. الماتش اللي قبليه في ماتش بتاع Southampton طلع اتكلم على إكتيكي وإن اللي عمله ده غباء. أنا معاك إن هو غباء وإن هو غلط، بس ما تطلعش تقول كده في الإعلام. هو طول الوقت عمّال بيصدّر إن المشكلة عند اللعيبة، إن هو ما عندوش مشكلة، إن هو تمام، إن هو حاطط الخطة صح، إن هو مِيَّة، مِيَّة، إن هو مدرب رائع وجميل وكل حاجة، بس اللعيبة هي اللي فيها مشكلة. وده كارثة كبيرة جدًا، يخلّي إن اللعيبة وهي بتلعب أصلًا يعني هيبدأ في نقطة صدام ما بينها وما بين المدرب، إن أنت بتسلّمهم تسليم أهالي للإعلام. السلام عليكم وإزيكم، عاملين إيه؟ الفيديو مش هيبقى طويل لإن ما فيش حاجة نتكلّم فيها عن الماتش. الماتش سيء جدًا، ماتش أداء زي الزفت من أرني سلوت وإدارته للماتش من بداية من التشكيل، وإنه مصمم يلاعب لعيبة لا تستحق إن هي تبقى موجودة في الملعب زي فيرتس وكيرتس جونز وكودي غاكبو، وبيطلّع لعيبة برّه التشكيل أصلًا زي كيزا. أنا مش قادر أفهم لحد دلوقتي إيه مشكلته مع كيزا، الراجل اللي كل ماتش بينزل فيه يا بيعمل assist يا إما بيجيب لك جول، على عكس مثلًا كودي غاكبو اللي من بداية السيزون إحنا ما شُفناش منه أي حاجة، على عكس كيرتس جونز اللي هو ما بيدّيش أي إضافة في نُص الملعب، بل بالعكس بيقعد يلِف بالكورة حوالين نَفْسه كإنه بيطوف، على عكس فيرتس اللي إحنا حتى الآن مش قادرين نفهم منه أنت عايز تعمل بيه إيه ولا هو قادر يقدّم لنا أي حاجة. والّا هو أنت بتحاول تثبت لنفسك وتثبت للجمهور إن الصفقات اللي أنا جبتها صفقات كويسة بس محتاجة وقت؟ يعني أنت بتحاول تثبت لنفسك إن الصفقات اللي أنا اخترتها صفقات صح، إن مش صفقات خاطئة يعني وإن اللعيبة دي هتجيب وهتطلّع قماش المكنة يعني وهتدور، والّا أنت بتحاول تعمل إيه؟ أنا مش قادر أفهم حتى الآن. باحس إن اللعيبة في الملعب مش فاهمين إيه الأدوار المفروض يعملوها، باحس إن هو مش قادر يوظّف اللعيبة في الملعب صح، مش عارف يطلّع منهم اللعيبة، يطلّع منهم الأداء العالي من اللعيبة صح. مستوى سيء في كل المناطق. مستوى سيء لصلاح في الماتشات اللي فاتت طبعًا، مستوى سيء لصلاح، مستوى سيء ل كوناتي، مستوى سيء لفان دايك، مستوى سيء لجرافنبرخ الماتش اللي فات والنهارده، مستوى سيء لكتير من خاكبو، مستوى سيء من فيرتس، مستوى سيء من ماكاليستر. إيزاك أنت لسه مش عارف تعمل منه حاجة، مش عارف تدخّله، مستوى سيء من برادلي، مستوى سيء من كيركيز. أصل مش معقول يا جماعة كل اللعيبة دي مستواها سيء، مش معقول كلّهم مرّة واحدة كده بقى مستواهم سيء والمدرب هو اللي كويس. أكيد في مشكلة عند المدرب، أكيد في مشكلة إن أنت مش قادر تطلّع من اللعيبة دي أحسن حاجة، ودي تبقى كارثة لو أنت مش شايف ده، وإن أنت طول الوقت شايف إن أنت تمام. أسبوع سيء جدًا لليفربول، وكل مشجعين ليفربول، ولو كمّلنا بالمستوى ده للأسف هنخسر، هنخسر كل حاجة. إحنا الماتشات الجاية كلّها صعبة، كل الماتشات الجاية صعبة. تشيلسي، في اليونايتد، في برنتفورد، في أستون فيلا، في السيتي، في الدوري، دي كلّها ماتشات صعبة جدًا، جدًا. يعني أي حد هيبُص على القرعة إن هو يبُص عليها الرُزنامة خلال الفترة اللي جاية، هاقول لك ليفربول ممكن عادي جدًا يفقد الدوري وتلاقيه في المركز الخامس أو السادس بالمستوى ده. أنا باتكلم عن المستوى ده. فأنا بصراحة مش متفائل، ولو كمّلنا بالمستوى ده يبقى هنخسر كل البطولات، ولو كمّلنا بالمستوى ده يبقى إقالة أرني سلوت إقالة حتمية، لإن ما فيش مدرب جه من تاريخ ليفربول من البداية خالص توفّر له اللعيبة دي. ما جاش مدرب اتوفّر له في سيزون واحد إن إدارة النادي تدفع 400 مليون جنيه استرليني علشان خاطر تجيب لك اللعيبة دي. هتقول لي آه ما إحنا بايعين، تمام أنا فاهم إن إحنا بايعين، بس حتى لمّا كنت بتبيع أيام يورجن كلوب ما كنتش بتجيب الأرقام دي. الراجل يورجن كلوب ده اللي ليه كل الاحترام بصراحة، اللي عمل فريق مرعب، واللي كان بيطلع يقول لك أصل أرني سلوت أحسن من يورجن كلوب، أنا ما زلت باقول إن ده ما بيفهمش حاجة في الكورة. يورجن كلوب لا يُقارن بأحد،
يورجن كلوب ده أحسن مدرب جه في تاريخ ليفربول ومش هييجي زيه تاني عشان بس نبقى متفقين. الراجل صرف 480 مليون والّا 490 مليون في ال10 سنين اللي قعدهم، 9 سنين اللي قعدهم في ليفربول. ده صارف 400 في سيزون واحد وأدي المستوى اللي إحنا بنتفرج عليه. أنا مش عارف أقول إيه أكتر من كده. ماتش سيء من كريستال بالاس، ماتش سيء النهارده مع جالاتا سراي، ال5 ماتشات اللي قبليهم حتى لو رغم إنك كسبتهم بس كان مستوى سيء. طول الوقت أنت مستواك سيء، ما فيش جملة، ما فيش tactics، ما فيش، أنا مش قادر أفهم إحنا بنعمل إيه. الماتشات بتاعتنا كلها بيبقى التحضير بطيء جدًا، اللعب بتاعنا بطيء جدًا، الريتم بتاعنا بطيء جدًا. أنا بصراحة مش قادر أفهم، لو كملنا على كده هتبقى كارثة كبيرة. يعني ده كان كلامنا عن ماتش النهارده، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.